اولا كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم كلكم. ثانيا بقى ماتش الزمالك والمصري، الزمالك اتغلب من المصري 2-1. خلاص الزمالك اتغلب، مش حوار. اتغلب ليه؟ اتغلب علشان كذا حاجة. اولا الزمالك بيلعب ببطء شديد جدا. ثانيا نص الملعب مفيش ربط ما بين الدفاع والهجوم، مش بيطلعوا بكور وبيبنوا كور كويسة. مش هينفع كل مرة ان اللعيبة تعتمد ان حد هيقع وهيجيب ضربة جزاء وهنخش في الجون وهنكسب. وكان في اخطاء دفاعية فظيعة، وده اللي جا منهم الجونين. يسيبوا بقى كل ده ويسيبوا المشاكل الفنية اللي موجودة في الفريق واللي مفروض تتحل، ويحصل لغط كبير جدا. الحكام ما ينفعش كده، واحنا وبنتحارب وبيحصل لنا. لما اللعيبة نفسها والمدرب يطلع يقول الكلام ده، امال انت سبت ايه للجمهور؟ يعني سيادتك ما عملتش اي اخطاء خالص في الملعب، كنت بتلعب زي الفل وبتهاجم هجوم يعني تحفة، وبتبني هجمة وبتلعب لعب سريع وسلس وبتعمل هجمات. الكورة بتاعت زيزو ضربة الجزاء، الكورة 85% جوه وفي جزء منها على الخط. رجع للقانون، القانون بيقول لازم تبقى الكورة كلها محيطها كله ورا الخط، ما يبقاش فيه ولا حتى جزء صغير على الخط. طالما في جزء على الخط يبقى الهدف غير صحيح. فخلاص بنتكلم في ايه؟ الموضوع محسوم. لعيبة الزمالك دخلوا في حالة كده من الغضب والعشوائية، لدرجة ان عواد اتخانق خناقة جامدة مع حسام عبد المجيد في الملعب وبيقولوا ما تيجي تقف مكاني. يقف مكانك فين يا برنس؟ هو احنا حاجزين خماسي؟ طبعا بسبب الموضوع ده إدارة نادي الزمالك قررت خصم 25% من مستحقاته علشان خاطر اللي عمله في الماتش. وعبد الله السعيد خارج يتخانق مع دبان وشه وهو خارج علشان متضايق، قال انه اتغير. هو حضرتك كنت عملت حاجة في الماتش يا برنس؟ يعني انت مش عامل حاجة ومتضايق كمان انه بيغيروك؟ ما تمشي، ما تمشي. فكرة التغييرات اللي اتعملت بعد كده انا عاشت الزمالك شوية وخلت فيه شوية لعب، والتغييرات الأخيرة عملت ضغط على المصري وجابت منها الجون. ما كان من بدري، لو كان الحوارات دي حصلت من بدري والتغييرات دي من بدري، كان الزمالك ممكن يكون متعادل، كمان ممكن يكون كسبان. لازم يكون سلوك اللعيبة أنضج من كده شوية. يعني انتوا نكدتوا على جماهير الزمالك في العيد، مش كفاية كده بس، ده احنا كمان هننرفزهم أكتر بتعليقات، وهنقعد نصيح على الفيسبوك علشان ما نركبش نفسنا أي مشكلة ونركب نفسنا الغلط. بذمتكوا انتوا كلاعيبة عملتوا اللي عليكم 100% في الماتش ده؟ انتوا ما لعبتوش، فبالتالي انت ما عملتش اللي عليك. ما ترميش بقى الكلام ده على الحكام. اصل الحكام، اصل الحكام، اصل الحكام. طب وبعدين لما تبقى تعمل انت بس اللي عليك الاول وبقول الحكام؟ وده اخر الكلام. سلام.